نحكيو على ظاهرة البراكاجات اللي تفاقمت واللي سمعنا مؤخرا، يعني وصلت حتى جريمة. لا، البراكاجات في تونس تطورت عاد. ما كانش البراكاج العادي يقابلك انفاس ساقيه على ساقيه ويخنق ويبراكيك من تالي وفي الظلام وفي المناطق المنعزله وفي الفجر بكري. لا لا، توا اصبح عندنا براكاجات من النوع الثاني اللي جاوزنا بها جميع الدول الراقيه. براكاجات احنا في نهايه 2025 مش يحطونا يمكن احنا في تونس في الدرجه الثالثه من ناحيه البراكاجات. البراكاجات اصبحت لاصحابنا اللي كنت تعرفهم على بها هكا يقول يجيب عليك خويا تاكسي موتور، تعرف اللي باكتظاظ في ساحه برشلونه في التي جي ام وفي الباساج في باب الخضراء وفي الشرقيه. هذوكم اللي يعملوا براكاج فيهم انت صاروا وحكوا لي مواطنين حكوا لي عني. احنا ماشي في بالنا هذوكم يخدموا على رواحهم، فسروا لنا انت كيف. بنسيخه خلوني يخدموا على روحهم. بنسيخه خلينا نمشي على كلامك انت. بنسيخه خلوني يخدم. عندهم رخصه. الحريف اللي يمشي معاهم ضمان. اول حاجه ابسط الحاجات كسكت ما عندوش. لا الحريف ولا هو. شنو اللي صار؟ شنو اللي سمعتوا؟ كونه كي يخرج مع حريف من درجه اولى او حريف معناتها يظهر يشوفوا اللي لابس عليه. صح، يكلم صاحبه طلبت من نهزك. لا انا تو بالضبط ماشي لعوينه قريب نخلط صفرت امريكا. صاحبه اللي على الدراج الناري اللي هو تاكسي موتور ما عنده حد شيء يركب وراه زميلهم في البراكاجات ويقصلوا السيد هذاك. يعني هذاك يركب معاهم السيد هذاك اللي وسطهم ولا كذا؟ يهزوا يمشي يتبركوا اللي مول الدراجه. اول ما يتبركوا مول الدراجه خاطر باش يموهوا عليه والحريف يسلبوا موتور بورتابلوي وحافظ اوراقه ويتهز الموتور خاطر بعد مش يرجع او مول الموتور يولي طايح ويجي كذا ويمشي لمركز الشرطه. انا شفتها في مركز البحيره والمول الموتور والله يا سيدي عملوا لي بركاج يضربوا لي كذا كذا. بعد المحضر ويني موتوري نجيك غادي الحومه. لا سي عملت محضر غيابي ضد مجهول عملناه والمرضر مشى وانا خرجت نهز موتوري هاني جاي قاتل. هذا البركاج في تونس. بركاجات من هذايا اللي في تونس. سمعت بيهم هذوما يعني. صاروا لي شو حكوا لي نعطيك تليفون نتحمل فيما اقول حتى المتضرر اعطيني نمروه. قال لي وعلى بالي بيه قال لي المول الموتور ما ضربوش وانا يضربوا فيه. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ نورمالمون مول الدراجه الناريه اللي ما عنده حد شيء ما يسلمش موتوره يموت معاها موتور 3 ملايين. لا قال لك سلم موتور وحسب روحه طايح مع تمثيل جاهر. اول حاجه نداء الى وزاره الداخليه هل سحبوا ثلاثه بن رخصه خذوه. لو كان يتيح مش براكاج لو كان يتيح الراكب على الدراج باش يصير شكون يستعرف به؟ الخوضه ما ثماش عنده وسروسه ما عندوش صاحب الدراج شكون تغير به؟ ثلاث وشوف امام المطار مطار تونس خاصه في الليل يقانسوا فيه مش جاي باش يخدم يقانسوا الحرفاء. خويا فليج كنت في كونتير تكلفوا 15000 يزوق 5000 ليش باش يبركيه؟ في الثنيه يجي التليفون يعمل بيلسون وبركاجات. هل فهمتش الرقابه هذه؟ اصحاب الدراجات التاكسي دراجات ثم في العالم الكل ثم موتور يعملوا تاكسي. فانا وقايه فانا حضاره فانا مراقبه فانا كذا. انا نعرف ريتها في الهند 3 عجل ومكوفين عليه وماخذ رخصه. انت تجيني على موتور بوجو موتور سنكات وموتور فوزره وكذا وتبرك ريش طيش وتروع على روحك. معقوله هذه؟ وين الامن؟ يعني البراكاج جيما في تونس بروفيسيونيل يعني محضر روحه. انا نعطيك اخر معلومه في المترو 5 في المترو هذا 5 براكو بنيه اللي قتلهم راهو البورتام تاعي عامله فيها دروسها ولا شنية بنيه تبكي. اللي سارق البورتابلوها يفركس في العباد ويضرب في اصحابه هو وبورتابلويه وبورتابلو البنيه في جيبه هو اللي خطف تيليطه الطفل واش عملتم كذا كذا. جاب ربي الله يهمل ولا يهمل. ثم شكون راقبوا وشدوا وقالوا نحل جيب بورتابل الطفل راهو عندك انت وشدوه ومشكور الامنيين ثم امني سفير في المترو كبشوا عليه وقوه فعلا البورتابل فيه هو حس بروحه هو متنقذ مع البنيه شوف هو اللي هز خطفه واللي لوج معاه وقال ليش يجي على شخوتي معي انا هو انت عارفين وبدا يضرب في العباد وتمثيل بربي الى وزاره الداخليه نداء الانواع هذوما يلزم عقاب اشد من اللي قتل الروح وشدوا لي
البراكاجات ماذا بيا اقصى عقاب. توصل قتل ارواح ساعات كيما تاكسيست. فجعه مش حتى قتل عمد، حتى بالفجعه. في برشلونه كان ذكرتها 2022 برك امراه حامل مثلا تاع الصباح حب لا وبركه. انا نحب قهر الواحد من وزاره العدل اقصى عقاب وممنوع بالنفاذ العاجل، لا يستئنف لا عنده استئناف لا عنده اعتراض، حكم بالنفاذ العاجل. تو تطهر البلاد من البركاجات هذه وان شاء الله لاباس. والحمد لله اللي نشكرك انت كعالميه وحبيت تواكبي الموضوع هذا، وتصورك اللي جاتك فيه برشا تشقيات ملمه به، هذاك علاش انا نشكرك ونعاود اللي تعدي البرنامج هذا وبارك الله فيك.